ما تقلبش الفيديو يا ابو الصحاب واسمع مني الكلمتين دول. امبارح اتكلمت على موضوع الحكم ان الحكم اصلا كان على قده وما رضيتش اتكلم عن اللعيبه. ليه ما اتكلمش عن اللعيبه؟ والناس طلعت يعني عزقتني في الكومنتات، اقسم بالله مسحت بكرامه الارض في الكومنتات. بس انا اتكلمت ليه كده؟ عشان انا زهقت كلام على اللعيبه دي من قبل ما يتعاقدوا معاهم. اقسم بالله زهقت كلام عليهم من قبل ما يتعاقدوا معاهم. قلت الناس دي هتيجي الفرقه قسما بالله هتخربها. قسما بالله كنت في المدرج كنت بسمع كلام اوسخ كلام. انا كنت ببقى قاعد في قلب المدرج بسمع اوسخ كلام عشان انا ما كنتش عايز الناس دي تيجي. هم اصلا من فريق متجاهل وانت جايبهم مين؟ انت خلاص بقى ادي الباشمهندس امام اديله 100 مليون، ادي الباشمهندس زيزو اكتب له مليار، استاذ تريزيجيه اكتب له النادي، الحاج بن شرقي اكتب له حط له اللوجو بتاع الاهلي على دماغه وحط له ان شاء الله المبلغ شيك على بياض. الناس دي اصلا جايه مش هتلعب كوره، دي ناس مش جايه مش تلعب كوره، دي ناس انت اصلا نزلت من كرامتك بانك رحت جبتهم ودفعت لهم الفلوس دي كلها. انت دفعت الفلوس دي كلها تستاهل. اولاد النادي اصلا يا راجل يا مؤمن رمضان صبحي ما عملش معاك كده. رمضان صبحي ما عملش معاك كده. انت رمضان صبحي ما شتمكش، انت بقى رحت جبت الناس اللي شتمتك. انا زهقت من الكلام على الموضوع ده ومن على اللعيبه دي عشان انا اساسا ما بحبهاش. اللعيبه اللي هم جم الفريق المنافس ده مش جايين معاه سكه ومش جايين معاه سكه. الناس اللي عارفاني عارفه الكلام ده. براحتك يا ابو الصحاب، شتم براحتك، الله يسامحك يا عم.